ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. احنا بنحاول الفترة دي نجدد دايما في القناة ونخلي حاجات جديدة اوي تنزل. فاول حاجة احنا بدأنا فيها ان احنا غيرنا الانترو بتاعت الفيديو، ويا رب الجديدة تبقى لذيذة وتعجبكم. فيديو النهاردة انا هتكلم عن زيت للشعر. يمكن الزيت ده كان منتشر فترة فاتت، ودلوقتي اقل اوي لما حد بيستخدمه او حد بيتكلم عنه، بس هو عندي من زمان جدا من ساعة لما نزل، بس يمكن ما صدفتش وان انا اتكلمت عنه، فانا جايه النهارده اتكلم عنه. فيلا بينا مع بعض نبدا الفيديو ونعرف ايه هو الزيت الحلو ده. طيب انا النهارده جاي اتكلم عن الزيت بتاع تريشوب، زيت الشعر ده بتاع تريشوب. الزيت ده قصتي معاه قديمه قوي، وكل فتره بوقفه وارجع له تاني. ليه معرفش، بس بجد بحسه من الزيوت المريحه للشعر، عشان في كميه زيوت كده كلها لذيذه وجميله قوي. الزيت ده اول مره انا كنت استخدمه خالص كان من حوالي 7-8 سنين، لما كان لسه نازل طازه في الصيدليات، بس ايام ما كان نازل اللي هو بيتباع في الصيدليات بس مش موجود بره. انما ما شاء الله دلوقتي موجود بره، وعند بتاع بص عند اي حد هتلاقوا زيت ترشم. المهم ساعتها كان لسه نازل، وبجد كانت الفتره دي كان ده اكتر الزيوت اللي ممكن تظبط لي شعري. وكنت بحبه قوي، كنت بستخدمه حمام زيت وبستخدمه بعد الشاور. طيب ايه اللي خلاني ان انا الفتره دي ارجع اجيبه تاني؟ انا مش الفتره دي بالظبط، هو ليه عندي اكتر من شويه، بس هي الفتره دي اللي انا هرجع اتكلم عنه تاني، وفعلا صدقت وطلع النهارده ان انا اتكلم لكم عنه. ليه؟ لو انت عايزه تستخدمي زيت كويس للشعر انصحك ان انت تستخدمي التريشوب. اولا السايز بتاعه كويس وهيقعد معاكي فتره. ثانيا سعره مقارنه باغلب الحاجات اللي بقت سعرها دلوقتي، فهي بقت سعرها في العالي قوي. ثالثا في منه كذا حجم، انت ممكن تقدري تجيبي الحجم اللي انت قادره عليه، مش شرط مثلا ان انت تجيبي الحجم الكبير قوي منه او الحجم المتوسط، او لا انت ممكن ابسط حاجه خالص تبداي باقل سايز خالص، وبعد كده لما تحسي ان هو جميل مع شعرك ومريح تبداي ان انت تجيبي الحجم الاكبر. ليه بقى اقولك تاخدي تريشوب، او ليه ان انا انصحك ان انت تجيبي تريشوب؟ اولا التريشوب فيه كميه زيوت هتبقى احسن لك مليون مره من ان انت تجيبي الزيت ده واحد واحد لوحده وتحطيهم كلهم في زيت واحد وتعمليهم ميكس. هو اصبح ان هو عامل لك الميكس ده، وكمان ممكن تستخدميه بكذا طب، لازم تستخدميه وجدا جدا جدا. بصي تريشوب انا هقولك بعض الزيوت اللي هي موجوده فيه، وانت شخصيا هتحكمي بنفسك. موجود فيه زيت السمسم، وموجود زيت جوز الهند، وزيت في زيوت كتير قوي بصراحه، بس مستخلص منه جزر العرق سوس، وفي زيت الياسمين، في زيوت غريبه قوي انا اول مره اشوفها في تريشوب. المهم ان انت برضو ممكن، عشان لو عايز تقري عنه اكتر وتعرفي عنه معلومات قبل ما تجيبيه، ممكن ان انت تجيبي صورته على جوجل او تجيبي مكوناته وتقري المكونات بتاعته. زيت تريشوب جامد قوي 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 في تطويل الشعر، تحفه في تطويل الشعر، حاجه كده بجد بيرفكت في تطويل الشعر، بس عايز استمراريه عليه. انا هقولك دلوقتي حاجتين او خطوتين ممكن تعمليهم بحيث ان انت شعرك يستفيد منه، بيبقى تطويل وتتقيل مش تطويل بس. الخطوتين ايه هما؟ احنا اول حاجه خالص ان انت لازم 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 تعملي حمام زيت لشعرك بتريشوب. هتيجي قبل الشاور بتاعك بساعه او نص ساعه، حاولي ان انت تزودي الوقت، يعني مثلا خليها ساعه، ساعه ونص، ساعتين لو عرفتي، وتعملي مساج لشعرك كله. فروه دماغك بالشعر كله من اوله لاخره، دي اول خطوه خالص. ولفي شعرك، او لو هتقعدي بيه وقت طويل ممكن تسيبيه ملموم كحكه او حاجه من غير ما تلفيه مثلا، او تلبسي بونيه، ولو الوقت قصير يا ريت تلبسي بونيه. تاني حاجه او حاجه نمبر 2، وهي ان انت تحاولي تحطي منه حته بعد الشاور. يبقى احنا اصبحنا بنستخدمه قبل الشاور عشان ناخد منه اكتر فايده ممكنه، وبنستخدمه تاني بناخد منه حته نحطها بعد الشاور. لو انت بتستخدمي سيرم او كريم ممكن توقفيه الفتره دي وتستخدمي زيت تريشوب، هيبقى كويس معاكي وهيظبط لك شعرك. اصبحنا ان احنا بناخد منه بدل الفايده 2، فهتشوفي بجد نتيجه جميله قوي. بس حاولي ان انت تستمري عليه على قد ما تقدري، واستمري عليه بالظبط قبل الشاور وبعد الشاور، وان شاء الله تشوفي نتائج جميله قوي. انا كده خلصت الفيديو، اشوفكم في فيديو تاني.